برنامج العالم، وتشتركوا اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن الهجاص رضا عبد العال. ده واحد هجاص بيهجص على الناس كلها. لا اللي عامل له مرض نفسي وتعب نفسي وعقده نفسيه ومش طبيعي. واحد بيعمل تعصب وفتنه في مصر، هو منبع للتعصب وفتنه في مصر. طبعا هو شخص كاره وحاقد وغلاوي جدا تجاه النادي الاهلي. لا اللي عامل له مرض نفسي وعامل له تعب نفسي وعامل له عقده نفسيه بجد يعني. طبعا هو بيحب يسير الجدل بكلام بتوع تعصب فتنه وبيحب الترند واللقطه. طبعا هجاص رضا عبد العال طبعا هو بيقول كلام بشع عن النادي الاهلي، كلامه غير محترم عن النادي الاهلي، كلامه بينم عن التعصب فتنه في المسألة. طبعا هو بيقول كلام كله كذب وافتراءات عن الاداء، حاجات اصلا مش موجوده على ارض الواقع، حاجه اصلا من وحي خياله. فواضح الاهلي عامل له مرض نفسي وعامل له تعب نفسي وعامل له عقده نفسيه بجد يعني. فطبعا هجاص رضا عبد العال طبعا هو ب 100 وش، مثلا هو ما عندوش شخصيه اصلا، ما عندوش مبدا في حياته. تلاقيه هو منافق ومدلس وكذاب وان هو بيكره وبيغل وبيحقد. والشر من النادي الاهلي عمل مشكله وعمل له عقده من السنين لان هو بيكره وبيغل تجاه ناديه الاهلي. طبعا فيديو بجد والله العظيم حاجه في منتهى الحقد والغل وحاجه غير محترمه وحاجه في منتهى التعصب فتنه. تعالوا شوفوا معايا كده. اداره كبيره ما طبعا تجيبوش لان هتبوظ اوضه اللبس زي ما اوضه اللبس بايظه. يعني والله هجاص، يعني زي ما قلت قبل كده هو دايما بيحقد على النادي الاهلي، يغل تجاه الصفقات. الاهلي مواجعه، الاهلي مربي له خفيف، الاهلي مجننه، الصفقات مضايقاه ومواجعاه مربي له خفيف. طلع بيقول لك ان يقول لك اداره كبيره المفروض ما تجيبش زيزو. الهجاص بيقول لك اداره كبيره المفروض ما تجيبش زيزو لان هو بوظ اوضه اللبس. لا انت قصدك يا هجاص الاداره ما تجيبش زيزو عشان زيزو وجعك يا هجاص، عشان زيزو وجعك ومضايقك ومربي لك الخفيف. طبعا زي ما قلت لكم قبل كده يا جماعه، زيزو ده لو في اي نادي تاني هيطلع يمجد ويقول كلام قد كده ويقول كلام كويس قد كده لو في اي نادي تاني، لكن بس عشان النادي الاهلي اللي هو وجعه ومضايقه فهيفضل. طبعا هتفضل يا هجاص الاهلي وجعك وهيفضل مضايقك ومربي لك الخفيف ومجننك. فطبعا هجاص رضا عبد العال طبعا هو قلت لكم هو بيحب يسير الجدل بكلامه اللي هو من تحت عاصفتنا وبيحب الترند واللقط. طبعا هجاص رضا عبد العال طبعا هو كاره للنادي الاهلي وحاقد على النادي الاهلي. رضا عبد العال اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استنوا في حلقه بكره من البرنامج العالمي. السلام عليكم. رايح للأهلي أنسى وارجع فرحان أهلي كسبان.